السلام عليكم، معاكم تامر المغازي ومحطة جديدة للتسويق الديجيتال او السوشيال ميديا، او زي ما يعني ندمج ما بين الاثنين والكونتنت كمان. ما عمرناش سألنا نفسنا ابتداء ليه الخليل كوميدي اتشهر وانشهر واشتهر؟ ايه القاعدة التسويقية اللي بنى عليها هو وامثاله واشباهه يعني شهرتهم ونجاحهم؟ على فكره هو فتح محل ذهب في الصاغه في المنصوره من 4 5 سنين، مش كده بقى مقل في الفيديوهات. قاعده ادمان الانتقاد. احنا كبشر عندنا حاجه ممكن تكون بتخلينا نحب ننتقد وندمن ده. فانا شفت حاجه مش عجباني بروح منتقدها. زمان كنا بنقول يا شوف الطوبه اللي الناس رمياها، او شوف الحفره اللي الحكومه ما رصفتهاش. دلوقتي احنا بنعمل ده على السوشيال ميديا، واحد طلع عمل فيديو سخيف نكته بايخه، فنروح مشيرينها ونقول ايه يا ده مثير جدا. هما بقى بيبنوا، والناس اللي بياكلوا فوق السطوح، والناس اللي كذا وكذا زوجته، مش عايز اقول اسماء يعني، عشان كل الناس دي بتبني القاعده التسويقيه بتاعتها وقاعده الجمهور بتاعها من ان هو بيعمل حاجه تنتقد، وبالتالي احنا نشير. فلا تجعلوا الاغبياء مشاهير. لو عجبكم الفيديو تابعوني على قناتي على اليوتيوب او كمان على الفيسبوك، واستنوا مني فيديوهات تانية جديدة في محطات للتسويق. السلام عليكم.